لو سلمت الاعلانات بتاعتك لشركه تسويق غالبا هتنجح 100%. الحقيقه مفيش حاجه اسمها كده. شركه التسويق لوحدها ما تقدرش تحقق لك اللي انت عايزه. الشركه ممكن تساعدك ان انت تعمل المحتوى وتدير الاعلانات وتعمل لك الديزاينات والجرافيكس، لكن الاصل انت لازم تشارك بمعلومات عن المنتج وعن العملاء وعن السوق، لان انت اللي مطحون في السوق ده، انت اللي موجود. لازم تحط الفيجن بتاعتك، تحط البصمه بتاعتك جوه الماركتنج. حتى لو انت مش هتدير الماركتنج بنفسك وهتديه لشركه تسويق، لازم انت يبقى ليك تواجد وليك راي، ولازم يبقى عندك هدف محدد قابل للقياس وقابل للتنفيذ ومناسب للمرحله اللي انت فيها ومرتبط بفتره زمنيه محدده. ولازم كمان تديهم كل المعلومات وتتفق معاهم على طريقة التنفيذ، وده عشان تعرف تقيس النتائج في الآخر. وأهم حاجة تحط بصمتك، لأن من غيرك مفيش إعلانات ولا تسويق هينجح. الخلاصة إن الشغل شراكة وتعاون، لازم أنت تديهم معلومات وتساعدهم وهم يساعدوك في الحتة الكرييتيف، حته الاعلانات وحته الماركتنج هيمشوه ازاي. بس اهم حاجه انتوا الاثنين عشان تبقوا ماشيين على لاين واحد لازم يبقى فيه هدف مشترك ما بينكم، وبس كده. انا كريم عطيه، ولو عجبك المحتوى ده اعمل لي فولو.